السلام عليكم. الاهلي بيكسب يعني مكاسب كتير جدا من التعادل اللي هو تعادله. فكره ان هو راح بريتوريا الساعه 3 العصر وقدر يطلع بالشكل والمنظر ده. في ناس كتير تقول لي يا باشا شكل ايه ومنظر ايه، ده استحواذ 70% لسان داونز 30% للاهلي. طب ايه المشكله يا صاحبي؟ الاستحواذ نتيجه لان انت بتمرر تمريرات كتير وان انت بتلعب كور كتير، لكن قادر توصل مش قادر توصل. تعال بص على الفعاليه الهجوميه اللي الاهلي كان بيعملها. الاهلي كان عامل فعاليه هجوميه وكان قادر ان هو يسجل في مره واثنين وثلاثه، بدليل ان جلاديشار واشرف بن شرقي قدروا ان هم يسجلوا جوان. اي نعم اتحسبت اوفسايد لكن قدروا ان هم يوصلوا. تعال كده بص الناحيه الثانيه، تصويبات صاروخيه كتير، لعب جماعي كتير، لكن مش قادرين يوصلوا للشناوي. يعني الشناوي ما افتكرش ان هو شال اصلا كور غير كورتين، واحده بتاعت الركنيه وواحده تقريبا كانت كوره معموله اوفر. غير كده مفيش حاجه جت على الشناوي، كلها بره الثلاث خشبات. لكن تعال بص على الاهلي. الاهلي لا، كان عامل فعاليه هجوميه خطيره. في ناس كتير هتنتقد كولر النهارده، لكن انا بقول لك كولر قدر ان هو يسير الماتش زي ما هو عايز. كولر قدر ان هو يطلع باقل الخسائر من بريتوريا. كولر قدر ان هو يلعب بخمسه في خط الظهر وياسر ابراهيم. ناس كتير قوي هتشيد النهارده بامام، لكن قليل قوي اللي هتشيد بياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم اللي بعيد قوي بقاله كتير قوي عن الملاعب، لكن ياسر ابراهيم وقت ما بتحتاجه هو موجود. ياسر ابراهيم بالنسبه لي ادى ماتش عالمي. بالنسبه لي قدر ان هو يحقق اللي المدير الفني عايزه. وفكره مصطفى العش فكره ما خطرتش في بالي. في ناس كتير كانت بتقول لك يا باشا الحق، ده الدبيس اتصاب ويحيى عطيه الله اتصاب وهو مش واخد عليه معلول. فانا واحد من الناس توقعت ان هيلعب بكوكا، لكن مره واحده مصطفى العش وبالطريقه اللي هو بيلعب بيها دي كانت مفاجاه كبيره جدا 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 بالنسبه لي. كولر قدر ان هو يلعب بطريقه 5-4-1، ده اللي باين على الورق. لكن تعالى بص كده على التحولات الهجوميه، لما بيتحول الاهلي تحول هجومي تلاقي الاهلي بيلعب ب 3-5-1-1. ده اللي الاهلي كان بيلعب بيه. طاهر كان اجهز. طاهر بالنسبه لكولر هو حد بيعرف يهاجم ويدافع، على عكس بن شرقي. بأمارة ان هو لما فكر ينزل بن شرقي فكر ينزل، طلع جلتشار ونزل بن شرقي. واضح ان بن شرقي برضو بيتقن لعب في راس الحربه بعيدا عن طول قامته او حاجه، مفيش الكلام ده. بس اشرف بن شرقي قادر ان هو ياثر تاثير هجومي قوي، خصوصا لو انت بتلعب على هجمه مرتده. انا شايف ان كولر ما تاخرش خالص في تغييراته، رغم ان هو ابتدى يغير في الدقيقه 88. انا شايف ان هو كان بيحافظ على المنظومه الدفاعيه اللي هو كان عاملها. يا باشا بيلعب ميدل بلوك وهو خلاص قفل المنطقه الدفاعيه، ما حدش عارف يتوغل من النص. انا كنت متوقع جدا احمد رضا ومروان عطيه الاثنين في نص الملعب، والاثنين كانوا مسمارين في قلب الملعب، قافلين قلب الملعب بطريقه رهيبه. طبعا رامي ربيعه بيلعب بخبرته، ياسر ابراهيم بالخبره الافريقيه الكبيره، واشرف داري بيلعب دوا. اشرف داري بيلعب بالعقل. لعيب بقالي كتير قوي ما شفتش لعيب مدافع في الاهلي بيلعب بالعقل. طبعا محمد هاني ومصطفى العش. مصطفى العش على فكره ادى ماتش جبار. دفاعيا هجوميا كان على استحياء. طبعا امام كان دوره ان هو يربط ودوره ان هو يعمل كرات احسن من كده. انا شايف ان امام كان قادر يسجل في مره واثنين وثلاثه لو كان بس بيلعب جماعي. يعني في كام كوره كده راحت لامام وامام شاطهم. انا كنت شايف ان هو كان الافضل ان هو يطلع مصطفى العش اللي كان طالع له كذا مره. كان الافضل ان هو يطلع طاهر كذا مره. جلاديشار ادى ماتش جبار. جلاديشار مهاجم من الطراز الفريد، ينقصه بس ان هو يبقى جريء على المرمى اكتر من كده. جلاديشار يا باشا، شفت الكره اللي امام عاشور عملها له اسيست، وجلاديشار عملها كده بس وجهها. يعني حارس المرمى بتاع سان داونز حتى ما نطش عليها، حتى كان شايفها ان هي بعيد جدا وجت في القائم من جوه ورد التاني في قلب الملعب. جلاديشار ادى ماتش ممتاز. انا كنت شايف ان منظومه الاهلي او الطريقه اللي كان بيلعب بيها الاهلي هي مناسبه جدا لان انت تقابل سان داونز في بريتوريا الساعه 3 العصر، لكن محتاجه شويه تغيير هجومي يقدر يخليك تكسب ماتش العوده. مبروك للاهلي وجمهوره، تعادل بطعم الفوز وفي انتظار حسم نصف النهائي في القاهره. سلام.